طيب، ارجنتين وفرنسا وميسي ومبابي لكن ما ننساش المغرب، لانه المغرب دلوقتي بعد الانجاز وبعد الفرحه وربع العالم وكل هذه التفاصيل، احنا هنا فرحنا وشجعنا وحللنا وعملنا كل حاجه ممكنه، واجبنا دلوقتي ان احنا نقول وماذا بعد؟ الجاي ايه للمغرب؟ هتحافظ على الكلام ده ازاي؟ الرجراجي قال كاس الامم الجاي هدف عند كل المجموعه. المغرب رايحه الى اي اتجاه علشان تحافظ مبدئيا وتطور كمان في اللي جاي؟ اتفضل يا فندم. ما فعلته المغرب انجاز طبعا واعجاز، وهنفضل نتكلم عنه من هنا لبكره. والاهم من ده ان هو يعني حط كل مسؤولين الكوره في افريقيا والوطن العربي قدام المرايات. صحيح. اللي هو يعني عادي سهله بتحصل بس تخطط، بس تحط خطه. مبدئيا المكاسب اللي اتحققت من وصول المغرب للمركز الرابع في المونديال 25 مليون دولار، دي كلها هيتم ضخها من اجل تطوير الناشئين ومن اجل وضع خطه في السنوات القادمه. ده خبر، دي معلومه. 25 مليون دولار المغرب حطهم اللي هو مكسب البطوله. مكسب البطوله هيتحط في يعني تطوير من اجل الناشئين ومن اجل القاعده. القاعده اللي هي وضع قاعده طبعا للناشئين والنشء والقصص دي كلها. الصوره اللي انت قدامك دي وزاره السياحه والصناعه في المغرب عامله نسبه الاشاره منذ بدايه كاس العالم لكلمه المغرب في كل العالم. بص الخريطه الحراريه بقى، الخريطه الحراريه للعالم كله بتتكلم عن المغرب، وده عمره ما حصل قبل كده. كان اخر حاجه ممكن الخريطه الحراريه للعالم، الخريطه الحراريه للعالم، يعني كل الاحمر ده والاخضر الكلام او الكلام اللي اتكتب على المواقع وعلى السوشيال ميديا لتداول كلمه المغرب بسبب اللي فعلته المغرب في كاس العالم. ده حاجه عظيمه لدرجه ان السياحه في المغرب متوقع انها تزيد عن الحد الطبيعي بتاعها 3 أضعاف مع نهايه العام بسبب ما حققته المغرب مع نهايه العام السنه اللي جايه. ده وفقا طبعا لدراسه من العام اللي هو السنه دي ولا اللي جاي؟ لا السنه دي. وفقا طبعا للدراسه اللي اتعملت من وزاره السياحه والصناعه التقليديه في المغرب. طيب، اكاديميه محمد السادس، لك ان تتخيل ان الفيفا بتشيد بيها، لك ان تتخيل ان المانيا رومينيجيا بيتكلم عن التجربه المغربيه وقالت لك انه او قال انه لازم نستلهم التجربه المغربيه من اجل تطوير المنتخب الالماني. ده اليومين دول؟ التصريح ده بعد خروج ده التصريح ده بعد خروج المنتخب الالماني من المونديال قطر. وطبعا استمرار منتخب المغرب لحد الدور نصف النهائي، لان دلوقتي الاتحاد الالماني بيعمل لجنه، عارف، زي لجنه تطوير بقى، لجنه انقاذ الموقف علشان يطوروا فالالمان عايزين يستفيدوا من المغرب، يستفيدوا من التجربه المغربيه. تخيل انت، عظمه يا مغرب والله. تم تشكيل طبعا. امال ايه؟ احسن 5 لعيبه احسن 5 لعيبه لعبوا في كاس العالم في قطر 2022. ميسي رقم 1 عشان بس ايه متاكد؟ اكيد متاكد. طب ناخد من 5. اوعى. طب ناخد من 5. اوعى. طب ناخد من 5. يلا ماشي. او رقم 5 بالنسبه لي هو طبعا اسطوره المنتخب الكرواتي، الراجل اللي عمل لوكا. كل حاجه في عز ما الناس كلها قالت خلاص كبر الى اخره، لكن يبقى هو الايقونه اللي بتتحرك حواليها طبعا منظومه المنتخب الكرواتي. فهو بالنسبه لي رقم 5 في افضل 5 لاعبين في المونديال. بعد كده لو ما حطيتش برابط يا خيري المره دي. طيب، رقم 4 انطوان جريزمان، الراجل برضو اللي اكتشف نفسه واعاد اكتشاف نفسه في مركز صانع الالعاب، والمحطه اللي كانت موجوده في نص الملعب. كان عامل مونديال بصراحه اكتر من رائع، بعيدا ان هو ما كانش ظاهر قوي في المباراه النهائيه، وما كانش عايز بنزيما يكون موجود. دي قصه ثانيه بقى انت اتكلمت عنها، لكن انا بتكلم على المستوى. اخيرا انت بس ظالمني هنا في حاجه. انت بس هنا ظالمني في حاجه، ان انا لما طلعت معاك في المره اللي فاتت كان بعد اول مباراه وكان جامد جدا، هو كان كويس بس لسه ما كانش يكمل بهذا الشكل، فكان الموضوع ماشي، كان لازم من اول مباراه. ماشي. مرابط رقم 3. رقم 3 ثالث افضل طبعا لاعب. طب رقم 2 المفاجاه بقى. الله ما انت ما تنساش برضو ان انا عندي عرق كده يعني مدريدي، والراجل ده ياما تعبنا. وبعدين انا وجهه نظري لا، يعني هو ياخد مركز يعني مبابي رقم 1. انا حر يا جدع. عارف يحصل فيك ايه؟ انا حر. عارف يحصل فيك ايه بعد الحلقه؟ عادي. طب يا جماعه عندكم طلع في الكومنتس، فيعني روقوا على كيليان امبابي. لا، كيليان امبابي اللي قدمه في المونديال انا مش مختلف. لا بس ميسي في كل الادوار موجود. امبابي في النهايه 10 دقائق من الدقيقه 80 عمل في المونديال شيء عظيم. بتتكلم يعني بس في المباراه النهائيه مفيش حد يعمل كده في المباراه النهائيه. 10 دقائق في اخر 10 دقائق ماشي، مش بتكلم 80 دقيقه ملغي. انت عايز احسن 5 لاعبين في المباراه النهائيه ولا احسن 5 لاعبين في المونديال بشكل عام؟ امبابي بالنسبه لي افضل. امبابي بالنسبه لي من افضل. من حيث ايه؟ من حيث كل ايه عمله امبابي ما عملوش ميسي؟ اهداف اكتر، هتقول لي صناعه اقل، هقول لك ماشي، لكن في نفس الوقت هو كان قائد في ناحيه الهجوم. يعملوا مبابي ما عملوش ميسي. ميسي كان بيسجل من ضربات جزاء من وجهه نظري. الله. بص، ممكن الموضوع وجود المكسيك ده ايه؟ ممكن يبقى الموضوع عاطفي.
That's what he came for. انا مش لجنه رسميه يا محمودي. طيب. انا بالنسبه لي مبابي في المونديال كان افضل من خلاص ليونيل رايك. ميسي. طيب اخيرا نختم بالتشكيل، وكان الله في عونك يا حبيبي. هتعين ربنا يعينك. فاحنا النهارده عندنا اول لعبه معاه عن 10 لقطات او 10 صور في كاس العالم، كانوا 10 صور مختلفين عن البقيه، اهم 10 صور في كاس العالم 2022. اهم مش اجمل يعني، مفهوم التوضيح. مفهوم. لا، ايه لحظات او لقطات فارقه كل ما نشوف الصور دي هنفتكر. يلا بينا. نبدا باول صوره. رقم 10 ولا رقم 10؟ لا، من الاخر للاول. رقم 10 اتفضل يا فندم. 10 المنتخب الالماني. نشوف أوكي. الصوره تكون معانا. حاضر. حاضر. دول 10 صور شفتهم الاهم. لما هتشوفهم هتفتكر مونديال 2022، هتفتكر ان المنتخب او اللقطات دي مره من كانت هنا مؤثر. بالظبط، دي اول لقطه طبعا. ماشي. دي بص قضيه خسرانه، يعني انا مسمي الصوره دي قضيه خسرانه. حلو. عملوا صوره، تخيل، خسروا تعاطف العالم عار كله في تاريخ المانيا، حتى اللي كانوا بيشجعوا منتخب المانيا، لدرجه ان الالمان نفسهم كانوا مستائين، لدرجه ان هم بعد كده اعترفوا وقالوا احنا حسبناها غلط. اوكي. عملوا الصوره دي وبعديها ربنا كرمهم، يعني حصل اللي حصل طبعا وخرجوا من الدور الاول. فدي اول لقطه كانت مهمه جدا للمنتخب الالماني وكانت فارقه في مسيرته. يلا بص على الصوره اللي بعدها. ميسي وينه كسرنا عينه برضه. ما احنا ما نقدرش ننسى ان السعوديه كسبت الارجنتين. الهدف الرائع طبعا ده الهدف الثاني كان صالح الشيري. ودي لقطه بتاعت علي البليهي لما مسك ميسي وشده، اللي هو انت بتستهزأ بينا او بتستهين بينا. فدي برضه هنفضل فاكرينها دايما في الذاكره. فوز المنتخب السعودي على الارجنتين حتى لو ما كملش تاريخي بدون نقاش. صحيح. 8 طبعا بالمليمتر يا حبيبي، بالمليمتر. ملي و8 من 10. ملي 8 من 10. لا بقول لك العنوان. الصوره دي صعدت بمنتخب اليابان، اخرجت منتخب المانيا، خلت العالم كله يتكلم على انه ازاي بالدقه والتكنولوجيا الحديثه ممكن دي تفرق. صحيح. فلقطه مش هتتنسي، كان يعني فرق عظيم بصراحه. صحيح، مش هتتنسي اللقطه دي. اللي بعدها 6 احلى جونين في البطوله طبعا. احلى جونين في البطوله، فينيستا ابو بكر طبعا، وجون البرازيل الشارلسون، والاثنين كانوا تقريبا في نفس المجموعه وفي نفس الحارس تقريبا، حارس صربيا. صحيح. حلو يا خالد. شوف اللي بعدها. يلا. طبعا وداع الاساطير. رونالدو، بوكا، وسواريز. بس اللقطه اللي فوق دي الاهم. نيمار لما كان بيعيط جري المشجع الكرواتي ده لدرجه ان حد كان بيدفعوه فهو مش فاهم فجابه، اللي هو عايز بس يواسيه مش اكتر. هو بيحب نيمار فعايز يواسيه. فنيمار في عز حزنه يعني ما فوتش ابدا لحظه ان هو يكون متعاطف مع الطفل الكرواتي اللي يعني بيتضامن معاه. فكانت لقطات مش طبعا جميله لان فيها حزن كبير، لكن لقطات انسانيه فارقه. بيقولوا ان ده ابن بيريسيتش، ما اعرفش اذا كان ده حقيقه ولا ما انا مش متاكد من المعلومه فمش عارف. يلا اللي بعدها 5 ولا احنا بقينا في رقم 5؟ 5 طبعا. فرحه الابطال بقى. بص دي اهم 3 لقطات مجنونه في الاحتفالات. قبلة والدة حكيمي، الرقصة بتاعت والدة بوفال في الملعب، وطبعا رافع الركراكي على الأعناق وهو يستحق طبعا بكل حال. كنت عايز أحط كمان معاها رقصة البطريق بتاعت حكيمي بس كانت هتبقى كبيرة شوية فاكتفيت بدول. والدته أحلى كمان. صحيح. يلا 4. الهدف الفارق في تاريخ العرب، الهدف اللي تأهلنا بيه إلى النصف النهائي لأول مرة في تاريخ العرب وأفريقيا، مع كمان ارتقاء يوسف النصيري اللي اقترب بشكل كبير جدا من ارتقاء كريستيانو رونالدو. بتتكلم في 2 متر 87 سم براسه معدي ايد دييجو كوشتا، يعني الراجل ناطط وبايده وده معديه بالجامب وجاب الجون. فطبعا ده جون مش هيتنسي في تاريخ المغرب ولقطه مش هتتنسي بدون نقاش. 3 اهو المونديال، لقطه طبعا. المونديال دي لو كانت دخلت خلاص كل سنه وانت طيب. لكن صحيح. طبعا ايميليانو مارتينيز يعني تحس فاهم كان بيدافع عن حياته مش عن كوره. وفي اللي حطوا له صوره شبهها بدل الكوره دي. كاس العالم، حطوا كاس العالم، كانت ظريفه جدا. صحيح. اوكي. شوف اللي بعدها 2 مبابي طبعا الجون اللي عمل في كل حاجه. وبص لقطه هو اكتر واحد عمل مجهود في المباراه. صحيح. لكن تعب واكتر واحد كان حزين في نفس الوقت. وجون طبعا جون مش طبيعي، جون خرافي اللي هو تعادل بيه امام المنتخب واحد معروفه للجميع. انا بقى اللقطه دي تحديدا عجباني جدا قبل حتى ما يرفع الكاس. صح. عارف يا محمودي دي شبه اللي قابل حبيبته في الفيرست لوك. عارف انت لما تتجوز كده ويعملوا لك فوتو سيشن في الفيرست لوك اللي هي تقوم شايله الطرحه فتبوس راسها والكلام ده كله، شبهها جدا. هو ما استناش اصلا لما ياخد الكاس، هو كان طالع هنا عشان يستلم جائزه احسن لاعب فعدى على الكاس فلا وانا هسيبك فلازم يديله مش قادر يصبر. فدي كانت احلى لقطه مع طبعا او الجرافيك او الصور اللي كانت ورا الخلفيه. فكان الموضوع شكله عظيم. انه لقطه احتفال ميسي هي اللقطه اللي نالت اكبر قدر من الاعجاب في تاريخ انستجرام بالكامل. اكتر صوره معديه دلوقتي لحد دلوقتي 6 مليون. 6 مليون في 6 مليون لايك، 6 مليون لايف على انستجرام طبعا بالنسبه لصوره احتفال ليو ميسي.